الاتفاقية ما جاءتش عبثا، بل هي جاءت نتيجة لتضافر جهود ما بين غرف التجارة والصناعة على صعيد المملكة المغربية، وكذلك لما لها من دلالة ورمزية على من طنجة إلى القويرة، لإعطائها موقع سياسي واقتصادي، وكذلك تبادل مجموعة من التجارب، خصوصا أنهم هم سبقونا فيما يخص طونجيميد، فيما يخص مجموعة من الخدمات، وبغينا نستسقوا منهم من خلال هذه الاتفاقية هذه المجموعة من التجارب اللي خاضوا بها، ذاك لو سافوار افير اللي عندهم، ونجاح ديال طونجيميد على صعيد القارة الإفريقية اللي بغينا احنا هو يكون نجاح للميناء الأطلسي الجديد على جهة الداخلة والذهاب. اليوم وقعنا واحد اتفاقية شراكة ما بين المؤسستين لتكثيف الجهود وتعزيز سبل التعاون بين المؤسستين لفائدة المهنيين، وهذا كيجي في إطار تجسيدا لتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله